السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله النهاردة قبل ما نبدأ أحب أذكركم اللي لسه مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعمل لايك وشير. عايزين نوصل لايكات لأكبر عدد ممكن في قناة سنس فود. النهاردة هنعمل إن شاء الله فروت سلطات أو سلطة فواكه. الأطفال بيحبوها والكبار بيحبوها، وطبعا مفيش شك هي مفيدة جدا جدا. الفواكه يعني فيها فيتامينز بيحتاجها الجسم، بس طريقة عملها بقى هي اللي بتختلف. امتى نخليها افيد ونقلل من لو فيها اي حاجة مش مفيدة او مضرة. ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو. بس قبل ما نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاكهة طبعا لازم نغسلها كويس جدا، حتى الفاكهة اللي بقشرها لازم برضو نغسلها، ان كانت موز او ان كان رمان. يعني حتى لو مش هنستخدم القشر برضو لازم نغسلها، لان طبعا بتتعرض في الاسواق او السوبر ماركت، وطبعا بتتعرض لاتربة او يعني خلافه، فطبعا لازم نغسلها جيدا. الفاكهة بقى اللي ليها بذور طبعا بنقسمها نصين، زي ما انا بقسم التفاح كده او الخوخ، بنقسمها نصين ونشيل البذر ببوز يعني لو بذرة واحدة او اكتر بقى بنشيلها، زي ما يكون بنقورها كده ببوز السكين. بنقطع بقى الفاكهة بتاعتنا على قطاعة او على ايدينا زي ما تحبوا. يعني انا عملت ده وعملت ده قدامكم، والايسر ليكوا والاسهل واللي بترتاحوا فيه اعملوه. بنقطع الفاكهة طبعا قطع صغيرة، سواء بقى اي نوع فاكهة بنقطعه قطع صغيرة. الفراولة طبعا حسب حجمها، احيانا بتبقى كبيرة فممكن نقطعها على 4 او صغيرة نقطعها على 2 حسب حجمها في ايدي. كذلك الموز برضو بنقطعه قطع، يعني المهم الاجمالي بتاع القطع يبقى قريب من بعضه على قد ما اقدر، الفاكهة حجمها قريب من بعض وفي نفس الوقت ما تبقاش حجمها كبير. زي ما قلنا نستخدم اللي احنا اسرع معانا. انا يعني بعمل على ايدي وبعمل كده عشان البنات برضو الصغيرين المبتدئين اللي يعني قلقانين هم يمسكوا السكينة ويقطعوا بايديهم كده، يقطعوا القطاع. برضو الايسر والاسهل كل واحد يعمل بالطريقة اللي شايفها افضل او اسرع او اسهل له. قطعت كل الفواكه كده وقلبتها على بعض. الفراولة دي انا كنت مفرزناها، شايفين فيها التلج، غسلتها وهقطعها واحطها اعملها عصير. السر بقى بتاعنا والمكون المفيد الحلو بتاعنا المختلف النهاردة هو اللبن، هو بطل الحلقة النهاردة مع الفاكهة. عملت الفراولة وضربتها باللبن وحطيت عليها معلقة سكر، ممكن نحط عليها معلقتين وممكن نستغنى عن السكر تماما. الموز برضو قطعته وحطيته في الخلاط وحطيت عليه لبن وضربته في الخلاط. مفيش اي مية خالص بحطها على سلطة الفواكه، بستخدم اللبن فقط ومحطتش على عصير الموز سكر. اضفت كمان العنب، جزء منه قسمته نصين وجزء سبته صحيح لانه صغير بس علشان يبقى منظر، لكن مهم قوي نقسمها نصين برضو علشان طعمها ينزل مع باقي المكونات. هقسم كل كمية العنب واشيل البذر بتاعها لو فيها بذر. جبت بقى الكاسات بتاعتي، طبعا قلبت الفاكهة كلها على بعض كده كويس جدا، وجبت الكاسات بتاعتي وابتديت احط فيها الفواكه. طبعا بنستخدم الفواكه الموجودة في السوق، او يعني فاكهة الموسم او الفواكه اللي انا بحبها. يعني لو في انواع معينة بحبها، طبعا بطل سلطة الفواكه الحقيقة انا بعتبره الفراولة والموز. يعني الفاكهة سلطة الفواكه ما تستغناش عنها، يعني بحس ان هما يعني لازم يبقوا متوفرين الحقيقة في سلطة الفواكه. بس طبعا ليهم مواسم، يعني الفراولة مثلا مش هتبقى موجودة طول الموسم، لكن ممكن نفرزن في الموسم بتاعها، نفرز في الديب فريزر او فريزر ونعمل منها العصير، يعني مفيش مشكلة. عصير سلطة الفواكه. انا هنا ضربت عصير الموز لوحده باللبن وعصير الفراولة لوحدها باللبن، علشان وانا بحط في الكاسات او زي ما انتوا شايفين كده احط شوية من ده وبعدين انزل بفاكهة وبعدين احط شوية من ده عشان يعمل شكل في الكاس يعني. لكن العادي لما بعمل سلطة فواكه من انا بس كده عشان عايزة اعمل شكل في الكاس يبقى شكله ظريف في التقديم، لكن بضربها على بعضها، بحط الفراولة على الموز واضربهم مع بعض واحطهم على سلطة الفواكه. فاللي يريحكم اعملوه. لو حابين تعملوا شكل كده ظريف من الميكس بتاعهم في الكاس يبقى عامل شكل، او في الكوباية تمام. شايفين انه ممكن نعملهم على بعض، نعملهم على بعض ونضيفهم على سلطة الفواكه عادي، مفيش مشكلة يعني. طبعا زي ما قلنا اي نوع تحبوه
من الفواكه ضيفوه، واي حاجة متوفرة وبتحبوها ضيفوها على سلطة الفواكه بتاعتكم. انا كان اضفت اللي كان عندي خوخ وعنب وتفاح وموز وفراولة، دول اللي عملت بيهم سلطة الفواكه. طبعا يعني حاولت بقدر الامكان اعمل كده، اصب بشكل ظريف كده علشان يدي شكل في الكاس من بره، يبقى شكله ظريف زي ما انتم شايفين كده في التقديم. طبعا احنا كده عملنا سلطة فواكه مفيدة، استفدنا بالكالسيوم. عندنا اطفال احيانا او معظم اطفالنا ما بيحبوش يشربوا اللبن مع الاسف، فنقدر ندخل اللبن بقى في حاجة زي كده، سلطة الفواكه او عصير الفواكه، فهيحبوه. وطبعا بيبقى مفيد بالنسبة لهم، غير ان احنا بنضيف له سكر كتير لو بالمية، وطبعا ده برضو ما بيبقاش مفيد. في ناس ممكن تضيف العصائر المعلبة الجاهزة وبرضو مش هيبقى مفيد زي اللبن. طبعا بيبقى في الطعم أطعم وهيحبوه، والكبار والصغار الحقيقة هيحبوه. ويبقى احنا استفدنا بان احنا شربنا لبن، اخدنا كالسيوم، اخدنا فيتامينز الفاكهة، وقللنا من السكر. خاصة اللي حابب يشرب او ياكل فروت سلطات وما بياكلهاش علشان عامل دايت، او علشان مرضى السكر، ربنا يشفيهم يا رب ويشفي كل مريض يا رب. طبعا حتى الاشخاص والله يعني حتى اللي مش مرضى يعني برضو كتر السكر مش مفيد يعني، بالعكس مضر. فاحنا لما بنستخدم مية مع العصير بنضطر نحط كمية سكر علشان تظبط الطعم. ده كان شكلها بقى بعد ما حطيناها في الكاسات. الحقيقة شكلها كان جميل كمان اكتر من كده، لان لما قعدت شوية على ما صورت وطلعتها كانت العصاير ساحت على بعضها شوية. دلوقتي انا معايا كمية من سلطة الفواكه عاملاها، بعصر عليها نص ليمونة لو الليمون كبير، او ليمونة كاملة لو الليمون صغير. طبعا برضو بيرجع لكمية سلطة الفواكه اللي عندي يعني. وبقلبها وبغطيها واحطها في التلاجة. اذا مثلا هستقبل ضيوف وعايزاها تبقى جاهزة على ما يجوا، او هتقعد معايا لتاني يوم علشان احافظ على شكلها ما يغيرش، لان الفواكه كلها او معظمها لونها بيغمق او بيسود. والعصائر نفس الكلام، فالليمون الى حد ما بيحافظ عليها شوية، وبتقعد لتاني يوم على فكرة، ما طعمها ما بيتغيرش، بتبقى حلوة يعني، بناكل منها في اليوم اللي عملناها فيه وتاني يوم كمان. دي كانت وصفتنا النهاردة، ان شاء الله تكون عجبتكم، جربوها وقولوا رأيكم. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة بذكركم تاني يشترك في القناة، وما تنسوش لايكات كتير. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله على خير، في امان الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.